وسمي الله بقى. وايوه بقى، بصوا يا جماعه الجمال، بصوا الحلاوه، بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه حلاوه مش طبيعيه، وربنا ما طبيعيه، حلوه قوي. بقول لك ايه، انت تنسي لي اي طريقه جلاش، انسيها كده، امسحيها من ذاكرتك، ويلا بينا على الجديد، والجديد شديد. احلى طريقه جلاش ممكن تاكليها في حياتك، سهله سريعه، ولا وقت ولا مجهود، وتجنن. قبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اول حاجه هنجيب لفه الجلاش، لفه جلاش عاديه خالص من السوبر ماركت. هقطعها كده، بنقطعه كده بالشكل ده حلقات رفيعه، بيبقى معايا جلاش بالشكل ده. هنفرفطه كده ونجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن وننزل بالجلاش كده. فرفطي كده كويس جدا، انا مش عايزه كتل على بعضها، انا عايزاكي كده تفرفطيه من بعضه كده، تفرقيه. وهننزل على الجلاش بنص كوبايه من السمنه الدايبه او الزبده الدايبه، او زبده على زيت او سمنه على زيت المتوفر عندك، نص كوبايه بس. نقلب بقى كده كويس جدا. ليه بقى يا ساره بقلب كده؟ علشان انا عايزه الجلاش يشرب كويس جدا من السمنه بتاعتي او الزبده، الماده الدهنيه يعني. واهم حاجه في التوقيت ده مشغله الفرن على درجه حراره 200. الجلاش لازم يدخل الفرن يكون مسبق التسخين على درجه حراره 200. هيدخل وهفضل كده اطلعه كل شويه واقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل. هيبقى ذهبي معايا بالشكل واللون ده. شايفين الخروشه؟ هسيبه بقى على جنب يبرد. مسافه بقى ما يبرد هنعمل طبقه الكريمه. وعشان طبقه الكريمه هنحتاج ل3 كوبايات من الحليب. 1 2 3 3 كوبايات من الحليب بالتمام والكمال. وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر، ممكن معلقتين ونص حسب الرغبه. وهنضيف 3 معالق كبار من بودره الكاسترد، ودي موجوده في اي سوبر ماركت يا جماعه. بودره الكاسترد دلوقتي بقت متوفره خالص. هنقلب الكلام ده كله كويس جدا، وقلبي اوعي تشيلي ايدك. ليه بقى؟ علشان بودره الكاسترد ما تكتلش كده وتعمل معاكي تكتلات. وعلى فكره الناس اللي ما عندهاش بودره كاسترد عادي خالص، استبدلي بودره الكاسترد بالنشا. يعني 3 كوبايات من الحليب بس هيكون عليهم معلقتين كبار مليانين من النشا، مش 3 معالق. هنقلب كل ده مع بعض كويس جدا. اول ما يبدا يمسك بالشكل ده هنضيف باكت فانيليا. بصي اوعي تشيلي ايدك. في التوقيت ده يا هتضيفي معلقه كبيره زبده، او معلقتين كبار قشطه، او كريمه خفق الموجوده عندك. انا عايزه اقول لك كريمه الخفق بتبقى خطيره، المتوفر عندك استخدميه. ممكن كمان معلقه كبيره من بودره الكريم شانتيه الموجود عندك. هنقلب كويس جدا كده. الموضوع ما بيكملش 7 8 دقايق والكريمه بتبقى معاكي جاهزه. المهم ما تشيليش ايدك، افضلي قلبي. هتفضلي تقلبي كده لحد ما يظهر معاكي البابلز دي. اول ما الفقاقيع دي تبتدي تظهر معاكي على طول هتقفلي النار، وكده الكريمه جاهزه. نجهز حاجتنا بقى. معايا هنا اهو الجلاش زي الفل، ومعانا هنا الكريمه. هنجيب الطبق كده وننزل بشويه من الجلاش المتفرفط القمر ده، تلت الطبق بس، وبعدين ننزل عليه بالكريمه الخطيره كده. حاطه الدهب الجولد ده يا جماعه علشان الطبق ده لو مسكته كده والكريمه سخنه فهيلسعني، هيبقى سخن، فحط الطبق ده عشان اعرف امسك الطبق ده كده كده. شويه كمان فوق الوش كده. الموضوع سهل وبسيط ومش هيكمل دقايق. شويه كده بيبقوا معاكي بالشكل الجميل ده. حابه تزيني كده بحاجه بسيطه من زر الورد. انتوا عارفين انا بحب تزيين زر الورد قوي، بيدي كده الحلو وفخامه. زر الورد يا جماعه موجود عند كل العطارين، متوفر ومش غالي ابدا، وبيدي شكل حلو قوي. حابه تزيني بواحده كريس كده صغيره في الوسط، جنبها كده شرايح لوز، تبقى حلوه قوي قوي قوي. بصي ادي شرايح لوز اهي، شويه سوداني، شويه جوز هند، المتوفر عندك زيني بيه. الكريمه يا جماعه حلوه حلاوه، وما اقولكوش بقى على الجلاش مخرفش خرفشه. بصوا الخرفشه جنجون بقى عايزه عليه شوكليت شيبس. جنى بتدخل الشوكولاته في اي حاجه في حياتنا، يعني الشوكولاته دي احنا عايشين معاها مش هي اللي عايشه معانا. بصوا بس والله شكله حلو قوي برده. بصي بقى ده بتاعي، هحط شويه مكسرات مبشوره كده بحبها بعزها، شويه شوكليت شيبس كده. انا الصراحه بعز الحاجات دي قوي. اهم حاجه بقى هنضيف شربات تقيل او عسل نحل
عند التقديم، يعني لما نيجي نقدمها. طبعا احنا هناكل دلوقتي حالا، فطبيعي هضيف الشربات دلوقتي حالا. بصوا معلقه صغيره فوق كل طبق، وسمي الله بقى. وايوه بقى، بصوا يا جماعه الجمال، بصوا الحلاوه، بسم الله الرحمن الرحيم. تبردوها في التلاجة وتاكلوها ساقعه ترطب، تاكلوها سخنه كده تحلي وتحفه زي ما انتوا عايزين. عايزه اعرف هي ازاي طلعت حلوه كده، وربنا ما اعرف، هتجربيها وتعرفي. ويا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والى اللقاء بوصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سامي.